أصدقاء قناة تليفونكو، أهلا بكم من جديد في فيديو جديد. النهاردة هنقدم لكم حل لمشكلة الرسائل المزعجة لبرنامج داونلود مانجر أو إنترنت داونلود مانجر. طبعا المشكلة إن البرنامج بيديلك 30 يوم فترة تجريبية لاستخدام البرنامج. لكن بعد انتهاء الفترة التجريبية دي البرنامج بيجيلك رسائل مزعجة كتير جدا، منها التسجيل برقم مسلسل مزيف أو تم التسجيل برقم مسلسل مزيف إلى خلافه من هذه الرسائل المزعجة، وعدم ظهور أيقونة التحميل على المتصفحات، سواء انترنت اكسبلورر أو جوجل كروم أو فايرفوكس أو أيا كان المتصفح. النهاردة ان شاء الله هنقدم لكم حل للمشكلة الصعبة اللي بتواجهنا دي. لكن في البداية لو حضرتك اول مرة تشوفنا يا ريت تشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان في كل فيديوهاتنا توصل لك، ويا ريت تعملوا لايك للفيديو ده علشان يوصل لكل اصدقائنا، ويا ريت تكتب في الكومنتات ايه اي مشكلة بتواجهك سواء في الكمبيوتر او في الهاتف المحمول، واحنا ان شاء الله نحلها. ويلا بينا مع بعض ندخل في التفاصيل. زي ما حضراتكم شايفين الرسالة اللي بتجينا بتكون بالشكل ده، اللي هي تسجيل انترنت داونلود مانجر، الرجاء ادخال تفاصيل تسجيلك ثم الضغط على زر حسنا. طبعا هنا تكتب الاسم الاول، وهنا تكتب اسم العائلة، وهنا بريد الكتروني، وهنا الرقم التسلسلي. طبعا الارقام التسلسلية مالية الانترنت لكن بدون جدوى. حتى بعد ما بتعمل الطريقة دي مفيش اي حل، وبرضو الرسائل المزعجة بتجيلك حتى لو ما جالكش المربع ده، بتجيلك عن طريق رسائل تانية، ورسائل مزعجة بتجيلك كل شوية. النهاردة معانا حل سهل وبسيط ببرنامج او اداة صغيرة في الحجم لكن مفعولها قوي جدا مع الداونلود مانجر. في البداية كل اللي عليك لازم تحمل الاداة دي. هسيب لك الرابط بتاعها تحت في الكومنتات، اسمها اي دي ام ماتيريال ريسيت. اي دي ام ماتيريال ريسيت. الاداة دي فايدتها او كل شغلها ان هي بتدي لك الفترة التجريبية بتاعة البرنامج، بتعيدها مرة تانية. في بداية الفيديو انا قلت لحضرتك ان الانترنت داونلود مانجر الفترة التجريبية او المدة التجريبية بتاعة البرنامج 30 يوم. بعد انتهاء الفترة التجريبية تظهر لك الرسائل اللي حضراتكم شايفينها دي بتسجيل رقم التسلسلي للداونلود مانجر. الأداة دي فايدتها ان هي بترجعك للفترة التجريبية تاني بتاعة البرنامج، فبالتالي اكنك انت لسه مسطب البرنامج جديد وبيديلك فترة تجريبية 30 يوم مرة اخرى. كل اللي عليك ان انت تقفل البرنامج خالص من الديسكتوب. على الديسكتوب تعمل خروج للبرنامج زي ما حضراتكم شايفين كده، تدوس كليك يمين من هنا. طبعا احنا خرجنا من البرنامج مش موجود، لكن لو البرنامج موجود هنا تدوس عليه كليك يمين وتعمل خروج من البرنامج. كمان تجيب الأداة دي وتضغط عليها مرتين زي ما حضراتكم شايفين كده، تبدأ تفتح الأداة معانا، يظهر لنا بالشكل ده. هنا ده التسجيل العادي، ده التسجيل العادي للبرنامج. هنا تيريال ريست اللي هي الفترة التجريبية للبرنامج. كل اللي عليك ان انت تضغط هنا على ريست ذا اي دي ام ماتيريال ناو، تضغط وتنتظر حتى يتم تسجيل البرنامج مرة اخرى برقم مسلسل جديد لمدة 30 يوم. تنتظر. هنا حضرتك شايف الرسالة كده موجود you have 13 day trial now، يعني معناها ان انت دلوقتي معاك البرنامج لمدة 30 يوم، الفترة التجريبية بتاعة البرنامج. وبكده مش هيكون في اي رسائل مزعجة تاني، تفتح البرنامج شغال بدون اي مشكلة، ويكون البرنامج ادي حول البرنامج. هذا البرنامج مسجل لكن نسخة غير مرخصة، لكن معناها البرنامج مسجل، معناها ان مفيش اي رسائل مزعجة هتجيلك، والبرنامج معاك لمدة 30 يوم. طبعا هيجيلك رسائل
في اخر 10 ايام كل ما تفتح الكمبيوتر هتجيلك رسائل باقي على انتهاء التسجيل 10 ايام، باقي على انتهاء التسجيل 9 ايام، باقي على انتهاء التسجيل 8 ايام لحد اليوم الاخير. فبراحتك، عايز بعد ما توصل، اول ما توصلك الرسالة تعمل الداونلود الفترة التجريبية مرة تانية، عايز بعد 9 ايام، عايز بعد 8 ايام، في اخر 7 ايام، براحتك زي ما انت عايز. اخر يوم ليك مطلق الحرية تعمل اللي انت عايزه. وبكده يا أصدقائي نكون انتهينا من شرح استخدام برنامج IDM Material Reset، برنامج بدء الفترة التجريبية مدة 30 يوم لبرنامج الإنترنت داونلود مانجر. طبعا مستخدمين برنامج الداونلود مانجر محدش يقدر يستغنى عنه، لكن كل المشكلة في الرسائل المزعجة اللي بتجيلك بعد انتهاء الفترة التجريبية. ان شاء الله في فيديوهات قادمة هنشرح لكم برضو مشكلة من مشاكل الداونلود مانجر، وهي عدم ظهور ايقونة التحميل على المتصفح جوجل كروم او فايرفوكس او انترنت اكسبلورر او اي متصفح من المتصفحات الاخرى. لكن عشان توصلك كل الفيديوهات دي لازم تكون حضرتك عامل اشتراك في القناة، ويا ريت تفعل زر الجرس عشان توصلك كل الفيديوهات بتاعتنا. ويا ريت كمان حضرتك تعمل لايك للفيديو ده علشان يوصل لكل اصدقائنا، وما تنساش تكتب في الكومنتات اي مشكلة بتواجهك من مشاكل الداونلود مانجر او اي مشكلة من مشاكل الكمبيوتر عموما. اكتب لنا تحت في الكومنتات واحنا ان شاء الله هنقوم بحل المشكلة دي. اشوفكم على خير اصدقائي في فيديوهات قادمة وفي حلقات قادمة.